بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا الصوت اللي سمعتوه ده طبعا صوت مزعج جدا جدا أثناء عملية العصر. الصوت ده يا جماعة صوت طرمبة الطرد. زي ما حضراتكم سمعتوا الصوت كده صوت مزعج جدا جدا جدا. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم ازاي نغير طرمبة الصرف في الغسالة التوشيبا 8 كيلو. والطرمبة دي طبعا يا جماعة هي الطرمبة بتاعت الغسالة التوشيبا 10 كيلو بالظبط. يعني شركة توشيبا صراحة بتتميز ان هي مخلية طرمبة الصرف التوشيبا 8 هي 10. هي نفس الطرمبة بتاعت النص اوتوماتيك. فيعني حاجة كويسة جدا جدا. الطرمبة بتركب على 10 وال11 وال8 وكل الموديلات. زي ما حضراتكم شايفين كده الطرمبة بتبقى مثبتة بمسمارين في صاجة كده من خلف الطرمبة، وبتبقى في مسمار من الأمام كده، وفي مسمار من تحت البودي من تحت. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الطرمبة دي بتبقى مكونة من جزئين: الكفر البلاستيك اللي قدام ده والملف أو الطرمبة. دول طبعا بيبقوا مثبتين في بعض بالثلاث مسامير. والصاجة اللي حضراتكم شايفينها دي هي دي اللي بتبقى مثبتة الطرمبة في الرجل الخلفية للغسالة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في بوش كبير جدا جدا في الريشة دي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الريشة دي بتعمل صوت، هي دي اللي بتعمل صوت مزعج جدا جدا أثناء عملية الطرد في مرحلة الشطف أو العصر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده دي الطرمبة الجديدة، وده الفرق. أنا بحاول أوضح لكم الفرق في حركة الريشة نفسها. التركيب الطرمبة يا جماعة أو تغيير الطرمبة سهل جدا جدا، مفيهوش أي صعوبة على الإطلاق. الجوان البلاستيك الصغير ده مهم جدا جدا، علشان ده بيمنع تسريب المية من بين الطرمبة والكفر البلاستيك ده. فياريت لو حضراتكم بتغيروا او حاولتوا تغيروا طرمبة الصرف دي ان انتوا تاخدوا بالكم من الجوان البلاستيك ده. وزي ما حلينا بنركب بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. بنجمع تاني بالثلاث مسامير. ما ننساش برضو نحط الصاجة دي علشان دي اللي هتثبت الطرمبة في جسم الغسالة. 3 مسامير زي ما حضراتكم شايفين كده. هنرجعهم تاني زي ما كانت. انا بحاول طبعا ان انا ما اطولش عليكم في الفيديو واوصل لكم المعلومة بسهولة وسلاسة علشان حضراتكم ما تملوش من الفيديو. واي حاجة حضراتكم عايزين تستفسروا عنها في مجال صيانة الغسالات انا تحت امركم، اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هرد على حضراتكم باذن الله. كده بنجمع الثلاث مسامير زي ما حضراتكم شايفين، وهنرجع الطرمبة تاني مكانها ونثبتها مكانها بالمسمارين في الصاجة الخلفية دي، وفي مسمار امامي ومسمار من تحت في الرجل الشمال كده. بنثبت الطرمبة زي ما حضراتكم شايفين، وبنركب مسامير التثبيت بتاعتها. في المسمار بيركب في المكان ده كده يا جماعة، ومسمار من الأسفل ومسمارين في الصاجة اللي بتبقى مثبتة في الطرمبة. وطبعا بعد ما نجرب الطرمبة بعد التشغيل أو بعد تغيير الطرمبة الصوت هيختلف تماما تماما زي ما حضراتكم شايفين كده.
دي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.